اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القاب بيتزا بطريقه جميله جدا وبعجينه حلوه قوي وهشه زي ما انتم شايفين كده. عايزه بقى تحشيها اي حشوه انت عايزاه. النهارده هحشيها ميكس كده من الجبن وهتبقى طعمها جميله جدا ومميزه. يا لو لسه اول مره تشوفيها ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنقول بسم الله وتعالوا ندخل على الطريقه. حوالي كده نص كيلو من الدقيق او نص كيلو شويه. الحقيقه انا ما عيرتش، انا حطيت كده نص كيلو او نص كيلو كده وشويه من الدقيق. هحط عليهم باكو خميره. العجينه دي حلوه جدا، طريقه حلوه للبيتزا حتى لو البيتزا العاديه. عجينه هشه وناجحه جدا. هحط عليهم معلقه من السكر، ربع معلقه من الملح صغيره، احط عليها معلقتين من الزيت، وهبدا كده اعجنها بلبن. انا بحب اعجنها بلبن لان هتزيد من قيمتها الغذائيه. انت عايزه تعجنيها بميه تمام، لكن اللبن بيدي طراوه كده للعجين وبيدي بيخلي العجين قطنيه كده. فلو انت بتحبي البيتزا بعجينه قطنيه كده استعملي الطريقه دي وعجنيها بلبن وهتحسي بفرق حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احنا بنزيد من القيمه الغذائيه عشان الاطفال اللي هياكلوها. انا الحقيقه عملت بالعجينه اللي انا عملتها دي، مش عملتها كلها بالقاب بيتزا. انا عملت منها بيتزا عاديه وهوريها لكم برضو، بس انا الحقيقه ما هشاركوش طريقتها يعني لاني عاملاها في فيديو لوحدها قبل كده. اه عجنت العجينه كده 10 دقايق لحد ما تكون ملمسها ناعم. انا عملت البيتزا دي وقلت لكم انا مش هشارككم طريقتها لان انا كنت يومها عاملاها بالفراخ. فانا عملت الفيديو ده قبل كده على القناه فتمام. انا بس بوريكم شكلها كده. هبدا بقى نعمل ايه مع بعض. الكب بيتزا دخلت قدام الفرن الاول وطلع، وببدا اعمل كب بيتزا وبعد كده ادخلها الفرن. اهو خلاص بدهن صينيه الكب كيك بتاعتنا العاديه بالزيت كده. وبعد كده بعمل كده دايره اكنك عامله قرصه كده، وتقومي حطها في قلب تسكنيها كده في صينيه الكب كيك. حطي بقى جبن، حطي خضار من جوه، حطي جبن. انا حطيت بس في الاولانيه دي خضار فلفل كده وطماطم، وحطيت ميكس جبن رومي على شيدر على موتزاريلا وقفلتها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. هعمل برضو التانيين كده كلهم سكنتهم كده في صينيه الكب كيك، والحقيقه هحط فيهم جبن بس من جوه، ميكس كده من الجبن. ممكن تحطي فيهم زيتون، انا هحط برضو في دي كده زيتون. شوفوا الحشوه انتي تتحكمي بيها. احشي بقى لحمه مفرومه، احشي فراخ، احشي اللي انتي عايزاه. الحشوه اللي جوه دي انت تتحكمي بس. كانت بالجبن روعه والله، جميله جدا، حلوه جدا انك تعمليها كده الفطار حلوه قوي. ومن على الوش بقى هنحط بقى الخضار بقى اللي احنا عارفينه بقى للبيتزا بقى، اللي هو الطماطم والفلفل، وبقى الجبن فوقها. حاجه كده جميله جدا، طعمها مميز وحلو قوي. اعمليها لاولادك هتكون مميزه وجميله قوي. الحقيقه اللي بالميكس جبن ده حلو جدا، وبالزيتون حلو قوي. بتحشيه كده من جوه اهو زي ما انتم شايفين كده. بتقفليها، تقفلي العجينه كده على بعضها. وبعد كده بقى هحط بقى الخضار بقى كده من على الوش. هدهنها برضو بالصلصه بتاع البيتزا، اي بقى نوع صلصه عندك كانت جاهزه قمت دهناها بيه عشان تديكي بقى وش احمر وكده. فاهمين اهو. الحين حطيت الخضار ده ونسيت ادهنها فشلتها وادهنها كده بالصلصه عشان تديكي وش حلو. زي ما احنا بقى بنعمل اي كب اي ميني بيتزا بقى، تحطي بقى كام قطعة كده من الخضار وتحطي عليها الجبن بقى ودخليها بقى الفرن على درجة بقى حرارة منخفضة كده. ما تكونش جامدة قوي عشان كل ده يستوي كده مع بعض والجبن تسيح وكل حاجة تستوي. فاهميني؟ هي تسويتها سهلة جدا زي ما انتم شايفين كده. حطيت كده بقى الجبن كده ميكس كده الجبن على الوش وطلعوا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وماخدوش حاجه في الفرن. كانت جميله جدا وقطنيه وهشه وحلوه قوي. هفتح لكم كده كام واحده وهقدمها لكم. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ حلو قوي قوي قوي. اعملوهم كده بقى على وجبه كده من الفطار او تتعشي عشاء كده. حلوه قوي، الاولاد بيفرحوا بيه جدا حتى لو انت واخداه وانت خارجه او كده. حلوه قوي قوي. معجنات بطريقه شكل حلو وطريقه جميله. شايفين دي بقى كانت بالخضار كده والجبن من جوه. زي ما قلت لكم انتوا احشوا اي حشوه انتوا عايزينها.
طعمها كان جميل جدا. طريقة مختلفة وطريقة جديدة حبيت اشيرها معاكم واشارككم بيها. الحقيقة حلوة قوي قوي قوي، والاولاد اعجبوا بها جدا وقالوا عليها حلوة جدا. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل يومياتي. زي ما انتم شايفين كده حلوة ازاي وجميلة ازاي، شكلها الحقيقة كان مميز وحلوة قوي. انا بوريها لكم كده من قريب شكل اللون عامل ازاي، صلصة عاطية اللون خفيف الجميل ده ازاي، حلوة قوي. والجبن بقى من جوه سايحة، جبن بقى والزيتون كان طعمها خرافة جميل جدا. ده فيديو النهاردة، في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.